وانفراج في الأجواء صبيحة اليوم في مدينة الصويرة. ليلا كنا في طريق المؤدية إلى آسفي، اجتزنا وادي تنسيفت بصعوبة حيث ارتفع صبيب الوادي إلى مستوى قياسي. اجتزنا الوادي واصطدمنا بحاجز مائي أوقف المسار نحو آسفي على الطريق الوطنية رقم 1 وعلى محاور أخرى في سيد العروسي وحد الضراء بالمخاليف. المتابعة من هناك معك حسين الزيك ومروان كباسة. أمطار استثنائية وصلت مقاييسها 78 ملم في بعض مناطق الشاذمة وعبدة. إنها الطريق الوطني الرابط بين الصويرة وآسفي، والتي شهدت انقطاعات متكررة، كما هو الحال هنا على مستوى جماعات حد ضراء وناغا وسيدي العروسي. احمدنا الله بهذه الامطار اللي جات، ولكن الناس مكرفسين بزاف. الناس هنا عندنا الدواوير، هاد الناس اللي كاينين لتحت وهاد الناس فوقانيين مكرفسين بزاف. مكرفسين ما كاينش اللي كتشوف كما كتشوف دابا انت، الماء مزير عندنا الوقت وما عندناش كاع سميتو، وكانت الطريق مقطوعه الناس مع الصباح. وادي تنسيفت بدوره وصل إلى صبيب قياسي لم تشهد الساكنة مثله منذ أزيد من عقدين. مياه تنسيفت خلفت خسائر كبيرة لفلاحي المنطقة، خصوصا بجماعة المخاليف. عندنا الزيتون، عندنا الفصة، عندنا الخضرة، عندنا كل شيء دابا غبر، ما تاتش حاجة ما بقات كتبان. بعد اجتيازنا لوادي تنسيفت لم تتوقف حركة السير إلا في حدود مدخل مدينة آسفي. مسالك طرقية غمرتها المياه بالكامل على مستوى أحياء جريفات آسفي. السائق راه كيتكرفس دابا. شوف حنا دابا خاصنا نمشيو حتى لثلاث بقدرة عاد نعاود نطلعوا عاوتاني. هذا راه ديما بحال هكا، واخا تكون ما كايناش الشرك تكون بحال هكا. دابا راه شحال من بلاصه دزت من انا واعي فين دزت دابا من الصباح وانا كندوز من الطرقان بحال هكا. انقطاع المسالك الطرقية لا يزال مستمرا على مستوى جماعة حد ضراء وسيدي العروسي، وعلى الطريق الساحلية بالمحاذاة من المصب الرئيسي لوادي تنسيفت قرب مدينة الصويرية. هذا وقد أكد لنا قبل قليل مراسل القناة الثانية أن الطريق الوطني رقم 1 بين الصويرة وآسفي قد فتحت صباح اليوم في وجه حركة المرور، فيما حركة الملاحة البحرية بالصويرة متوقفة لليوم الرابع على التوالي في انتظار جديد النشرات التي تأتينا من مديرية الأرصاد الجوية. يؤكد الرجال البحري في الصويرة. والنشرة التي تواصلنا بها صبيحة اليوم من مديرية الأرصاد الجوية تتوقع أمطارا قوية طيلة اليوم وإلى غاية منتصف الليل بمقاييس قد تصل إلى 50 ملم في محور الرباط، سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، آسفي، سيدي بنور واليوسفية والرحامنة والمحمدية وبن سليمان، على أن تصل إلى 80 ملم في الرحامنة وجنوب الجديدة وسيدي بنور. وبهذا نغلق الورقة التي خصصناها للتقلبات الجوية التي تشهدها بعض المناطق في بلادنا.